الموضوع ده بياخدنا لنقطة مهمة، هو ليه الأثرياء ما بيدفعوش ضرائب كتيرة واللي بيتحمل الجزء الأكبر هم الفقراء والطبقة الوسطى؟ والإجابة ببساطة يا صديقي هو الفرق ما بين التفكيرين. يا راجل، الأثرياء بيقدروا يستغلوا كل القوانين والمكاسب لمصالحهم، وبالتالي يقدر يقلل الضرائب اللي عليه. أما الفقراء والطبقة الوسطى فما بيهتموش بالكلام دوت. في مثال على أرض الواقع بالكلام اللي بقوله لك، يعني مثلا بيقول لك روبرت في قانون في أمريكا بيديك الحق إن لو عندك عقار وبدلته بعقار تاني أغلى منه ما بتدفعش ضريبة. اما بقى لو بعت العقار واستلمت فلوسه نقدي فانت كده بتواجه مشكله انك انت لازم تدفع ضريبه. فاللي مستغل الفرصه ديت هم الاثرياء بس. فمثلا عنده عقار عاوز يبيعه ويشتري واحد تاني اغلى، فبدل ما يبيعه ويقبض فلوسه نقدي فبيبدله بالعقار الاغلى ده وبيدفع الفرق، وبالتالي مش هيدفع ضريبه بل هيكسب من اتجاهين، الاول ان هو ما دفعش ضريبه، والتاني انه هيأجر العقار ده ويدخل دخل منه. اما تفكير الطبقه الوسطى فما بيهموش الكلام ده، يبيع ويسدد الضريبه والباقي يسدد بيه الالتزامات والديون اللي عليه. فالاغنياء دايما بيحاولوا يفهموا القوانين ويستغلوا المزايا الضريبيه اللي موجوده.